شيف. النهارده هنعمل مع بعض صدور الفراخ بطريقه سهله جدا، وكمان مكوناتها بسيطه، ومن طعمها هتنسي كل الطرق اللي انت عارفاها وهتعملي الطريقه دي على طول. يلا على طول نشوف هنعمل ايه. نقول بسم الله. معانا صدور فراخ طبعا منضفينها كويس جدا، وحطينا في محلول نقع خل وسكر وليمون، ومقطعينها مكعبات بسيطه كده علشان التتبيله تدخل جواها وكل الانسجه اللي فيها تبقى فيها الطعم بتاعه. ومعانا بصلتين كبار متقطعين بالشكل ده علشان البصل مهم جدا في الوصفة دي. ومعانا جزر مبشور ومية بصل، والتوابل عبارة عن بابريكا وبهارات فراخ وزعتر وكركم وملح، ومعلقة كبيرة من البصل البودر والثوم بودر وكزبرة وقرفة اختياري، لو متحبش طعمها خلاص متحطيهاش، ومعلقة صغيرة من سكر. اول حاجة هبدأ اضيف البصل بتاعي، وهنضيف الجزر، وهنضيف التوابل بتاعتنا كلها، وهنقلبهم مع بعض. هنبدأ نقلب كل ده مع بعضه كده، تضغطي عليه كده علشان ياخدوا كلهم من طعم بعض كده. بعد ما قلبناهم مع بعض هنحط مية البصل بتاعتنا وعليها معلقة من الخل، نقلبها كده مع بعض كده. هنجيب الفراخ بتاعتنا، طبعا احنا مفرغينها كده علشان التتبيلة تدخل جواها، وهندعكها حاجة بسيطة كده بالتتبيلة بتاعتنا. هنشيلها كده بعد ما خلصنا وحطينا التوابل مع الفراخ ودخلت في الانسجه كده زي ما انت شايفه، هنبدا ان احنا نغطيها بستريتش ونحطها ساعه في التلاجة لو مستعجله، ويفضل لو عملتيها من بالليل وشيلتيها للاستعمال تاني يوم. كده بقت الفراخ جاهزه عندي. هنبدا نعملها. هنديها اول حاجه هنديها تشويحه على النار في الصينيه اللي احنا هنشتغل بيها على طول ده. كده الفراخ بقت جاهزة علشان نبدأ نسويها على طول. يلا بينا. في صينية على النار اللي انا هسوي فيها الفراخ، وهنبدأ نحط معلقتين من الزبدة. اول ما تسخن عندي كده هنزل الفراخ كده. يا حبايبي انا حطيت الفراخ، مش هبدأ اقلبها الا لما تاخد لون. والله يا حبايبي الريحة تحفة تحفة يا جماعة والله. كده الفراخ بعد ما خدت على الوش ده تحمير قلبناها على الوش التاني. شايفين لون الفراخ حلو ازاي؟ كده بعد ما اتحمرت معايا من الجنبين على طول دلوقتي هبدأ انزل عليها بالبصل اللي كان معانا في التتبيلة. نبدأ ننزل بالتتبيلة بتاعتنا اللي كنا عاملينها معانا. هنحط التتبيلة جوه الفراخ كده وتحتها علشان تستوي بيها. شفتوا الحتة اللي هي بتكون في الصدر من تحت دي؟ هحط ما بينها وما بين الجزء اللي فوق من التتبيلة كده، وبكده نكون خلصناها. نغطيها بورق فويل ونحطها في الفرن وارجع لكم تاني على ما الفراخ بتاعتنا تستوي. يلا بينا نعمل الرز. مكونات بسيطة والطعم يجنن. المكونات عندي رز بسمتي، بصلة كبيرة متقطعة قطع صغيرة، جزر مبشور، البهارات بابريكا وملح وكركم وكزبرة، ومعلقة صغيرة قرفة. في
حلة على النار هنبدأ نضيف معلقتين من الزيت ونضيف البصل، نبدأ نقلبه كده. هنبدأ نضيف على طول، هنضيف التوابل بتاعتنا كلها، نبدأ نقلبهم مع بعض. أول ما ياخدوا تشويحة بسيطة كده هبدأ أحط الرز، نبدأ ننزل الرز تاني كده. بعد ما قلبناهم مع بعض شوية هنبدأ نضيف المية، تكوني مجهزة مية مغلية سخنة علشان الرز البسمتي ماخدش معاكي وقت ويطلع مفلفل. هنبدأ نزود مية، الرز البسمتي انا منقعتوش علشان لما بتنقعيه وتيجي تزوديه ميه التسويه بتاعته بتزيد. هنغطي عليه لما يغلي ونرجع لكم تاني كده. بعد ما الرز بتاعنا استوى، شايفينه مفلفل ازاي. بعد ما خلصنا الفراخ فاضل لها تكايه بسيطه علشان تبقى زي الفراخ المشويه بالظبط. هنحط فحمايه بسيطه كده ونحط لها زيت بسيط وعلى طول هنغطيه، يبقى كده تمام كده. بعد ما خلصنا الفراخ والشكل يجنن والطعم حكايه، شايفين الفراخ عامله ازاي. كده الاكل بتاعنا خلص النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ولو وصلت معايا لهنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتقولي رايك في التعليقات وتعمل لايك للفيديو. بالهنا والشفا.